أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته وجميع المؤمنين. وبعد، فموضوع الحلقة: هل ذكر الله أوقات الصلوات الخمس في كتابه؟ نريد أيضا أن نشير إلى آية هنا والتي يعتمدها أهل الروايات في أنها دليل على وجود 5 صلوات، وأن الله قد ذكر الصلوات الخمس في كتابه، وهي آية سورة الروم عند قول الله: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فكما نلاحظ، حين تمسون حين تصبحون، له الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. نعم، فكما نلاحظ فهي تتناول جميع أوقات النهار إن صح التعبير. فيقال أن هذه الآية تدل على أن الله قد شرع 5 صلوات أو ذكر أوقات الصلوات الخمس في كتابه. ما رأيكم بهذا؟ أولا، كما نلاحظ لا توجد كلمة أقم الصلاة في بداية الآية، بخلاف الآيات المحكمات التي ذكرناها في الحلقات الماضية، وروابط الحلقات الماضية في صندوق الوصف. نعم، عند قول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فكما نلاحظ: وأقم الصلاة طرفي النهار، أي أول النهار وآخر النهار، وزلفا من الليل. كذلك عند قول الله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. أقم الصلاة من قبيل غروب الشمس إلى أن يحل الظلام، وهو وقت الطرف النهار الثاني. ثم يقول الله: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، إشارة إلى صلاة طرف النهار الأول، صلاة الفجر. ثم يقول الله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، إشارة إلى صلاة الليل. فالآيتين واضحتين أن الله يتحدث عن الصلاة بدليل قوله: أقم الصلاة. أما في هذه الآية فلا ذكر لإقام الصلاة، فلا يمكن أن نجزم أو نقول أن هذه الآية تتحدث عن الصلوات، فهذا من اتباع المتشابه وليس من اتباع المحكم، والمؤمن عليه أن يتبع المحكم من الآيات. هذا أولا. ثانيا، نلاحظ أن الله قال: وله الحمد في السماوات والأرض. في السماوات، ماذا يوجد في السماوات؟ في السماوات توجد الملائكة أيضا، والملائكة كما نعلم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. إذن فالآية تدل على ذكر الله في كل وقت، وليست خاصة بأوقات الصلوات، فالملائكة يذكرون الله في كل وقت، في كل وقت. نعم. كذلك من المعلوم أن المسلم في حد ذاته يذكر الله داخل الصلاة، في وقت الصلاة وخارج وقت الصلاة. فمثلا يقول الله في صلاة يوم الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالمسلم يذكر الله أيضا في حياته، في تجارته وفي معاملاته، نعم، خارج أوقات الصلاة. إذن فهذه الآية تشير إلى أن الله يذكر في كل وقت وفي كل مكان، في السماوات وفي الأرض وفي كل وقت أيضا. وهذه الآية إذن لا تدل على أوقات الصلاة، بخلاف الآيتين المذكورتين منذ قليل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. إذن هذه الآية أيضا الذي يزعم أنها تدل على أوقات الصلاة فهو من الذين يتبعون المتشابه. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، من أجل أن يؤوله على حسب مراده وعلى حسب الروايات أيضا، ويبتعد عن كتاب الله ويهجر كتاب الله الذي هو تبيان لكل شيء والذي هو مفصل والذي أمر الله نبيه وعباده بالحكم به. نعم، هذا ما أردت أن أقوله في هذه الحلقة، والله أعلم. اللهم اغفر لنبينا محمد وارحمه وبارك عليه وعلي مقامه وارفع درجته وجميع المؤمنين. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم.